أكيد. هذه قصة خيال علمي بالدارجة المغربية، بفكرة جديدة ومغامرة شوية. في عام 2222 ولات المدن المغربية معلقة في السماء، حيث الأرض ولات عامرة بالعجاج والحرارة، والناس كيعيشوا في مدن طايرة مربوطة بسلاسل ضخمة. سليم ولد حومة قديمة في كازا، كان خدام ميكانيكي ديال المحركات اللي كتحمل المدينة في الجو. كل نهار كيشوف تحته الأرض بعيدة مغبرة وخاوية. واحد النهار وهو كيصلح محرك، لقى إشعار غريب في النظام: الأرض قابلة للحياة من جديد. تفاجأ، حيث الحكومة كانت دايما كتقول باللي الهبوط مستحيل. سليم بدا كيبحث حتى لقى تسجيل قديم كيبين باللي الأرض بدات كتعافى، مطر رجع كيطيح، نباتات خرجات، وحتى البحر صفى. ولكن كان شرط خطير: إلا هبطات المدن كاملين دقة واحدة غادي يوقع انهيار كبير. سليم كان خاصو يختار: يبقى في السماء بأمان ولا يغامر ويهبط أول واحد. سرق مركبة صغيرة وهبط بوحده. فاش وصل تنفس هواء طبيعي لأول مرة، شافت عينه عشب أخضر وسمع صوت عصافير. بدأ كيصور ويبعث البث للناس الفوق، قال لهم: الأرض ما ماتتش، غير حنات لينا. الناس في المدن الطايرة بداو كيشوفوا الصور، شي وحدين خافوا وشي وحدين بداو يحلموا بالرجوع. وفي اللقطة الأخيرة كتبان مدينة طايرة كتفك أول سلسلة وبدات كتهرط بشوية، وسليم واقف تحت مبتسم.